السلام عليكم ورحمة الله متابعينا وطلابنا الأعزاء بهذا الفيديو الجديد والعاجل من قبل وزارة التربية، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات، وذلك بسبب الموجات والهزات الارتدادية اللي جاءت تجينا من تركيا بسبب الزلازل الموجودة. فمتابعينا وطلابنا الأعزاء تم تأجيل الدوام والامتحانات في المدارس والجامعات في تحديدا في محافظة دهوك وفي محافظة زاخو، ولو فرضا تم تعطيل الدوام الرسمي في بقية المحافظات. يعني الآن في العراق فقط هذين المحافظتين اللي تم تعطيل الدوام الرسمي الخاص بها. لو تم تعطيل الدوام الرسمي في بقية المحافظات وغيرها بإذن الله سيتم نشرها عبر قناتنا التليجرام، اللي أرجو من الجميع أن يشتركون في قناتي التليجرام لأن جدا مهمة قناتي التليجرام. أنزل لكم المرشحات والأسئلة وجميع الأخبار العاجلة أول بأول من أخبار وعطل وتأجيل، وكل هذه التفاصيل بإذن الله ستجدونها في قناتي التليجرام. لذا أرجو من جميع الطلاب أن يشتركوا بها ويفعلون جرس التنبيهات. اسمها أستاذ حسين القريشي مثل ما جيت تلاحظونها قدامكم، والرابط الخاص بها بالتعليقات، التعليق المثبت. اشتركوا وفعل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. تحياتي للجميع، مع ألف سلامة. شكرا لكم على حسن المشاهدة والاستماع. تقبل تحياتي، أخوكم أستاذ حسين القريشي.